سلام الله عليكم متابعين المؤسسة اليمنية العربية الرائدة والأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الفيديو إن شاء الله بجيب لكم إياه من الأخير. هذه رسالة للعمال القديمين والوافدين الجدد. طبعا يا جماعة أحيانا قد تحصل على الإنسان لا قدر الله مصيبة في المحل، قد يطحس، ينزلق بالدرج، يضربه واحد من الزباين، المهم يحصل له مشكلة فتنكسر ذراعيه أو رجله أو فقرات من ظهره، وأسأل الله أن يحفظكم جميعا. لا نريد هذا، لكن أحيانا تحصل على بعض الناس. فإذا حصلت عليك في محل، طبعا كل المحلات وأنا واحد منهم عندنا انشورنس، تأمين. يعني التأمين هذا يعني يحفظ حق المحل ويحفظ حق العمال الذي يشتغلوا في المحل. يعني لو أحد العمال أصيب من زبون أو غيره أو ضرب أو كسر أو طحس أو انزلق أو شيء، يحصل على أقل شيء $1 مليون. ها هي مكتوبة $1 مليون، مليون دولار أقل عامل. ليش أنا بدي أدي لكم هذا الفيديو من أجل تحفظوا حقكم؟ لأنه أحيانا تحصل واحد يشتغل عند إخوتنا العرب، يكون يمني أو غيره، فعندما تحصل له مشكلة يقول له يا أخي أنا أرجوك لا تقدم لي دعوة، يرفعوا علي الإنشوران. يا أخي محلك ما يسوى 100,000 ولا 200,000 نقل، وهذا لو قدم دعوة أقل شيء بيتعوض، أقل شيء مليون، بالذات إذا تعور أقل حاجة بيحصل على $1 مليون. ليش أنت تمنعه من أن يحصل على هذا المبلغ مع أنه محلك لا يساوي حتى 100,000 أو 200,000؟ وإذا طلعت عليك شيء بطلع عليك حاجة بسيطة. يعني في قضية حصلت مرة، واحد بيشتغل مع شخص دلي، وطبعا يطبخوا الأشياء ولا هذا بالبدروم ويطلعوا من درج حديد، فانزلق هذا الشخص، انزلق حتى تعور بالعمود الفقري. فقام هذا صاحب المحل بعد ما استشار محاميه انه هو يقول له خلاص مش ضروري نقدم دعوة وانا مستعد ادي لك معاشك زي ما هو، وجلس يدي له معاشه لمدة 3 أشهر حتى تنتهي القضية. والشخص هذا بالمستشفى رقود، قال له انا بدي لك معاشك زي ما كنت تستلمه وللأبد حتى تشفي. ضحك عليه حتى انتهت المدة. قال لها المحامي الآن لا يستطيع تقديم أي قضية، خلاص انتهي يعني مدة الدعوة. فقطع عليه المعاش ولا عاد حتى رد على التلفون. كان يتصل له هذا المسكين والشخص هذا لا يجيب عليه أو يرد عليه. فحذاري، إذا أصبتم بشيء لا تتنازلوا على حقكم. إحنا في أمريكا المحل كل محلاتنا لها تأمين، حتى لو حصل شغب ومظاهرات يعني في أي زمن أو في أي وقت، لا تواجه العصابات، لا تودي نفسك للتهلكة. فالمحل مؤمن، عليه تأمين. أي حاجة تصاب هذا المحل أو لا قدر الله يعني حصل لهذا المحل مكروه، التأمين بيعوض صاحب المحل. إذا خسر 10 بيعوض 20، إذا خسر 20 بيعوضه $40,000 كذا. فأنتم مؤمنين والمحل مؤمن، فما في داعي إن احنا نواجه السلاح ونواجه العصابات حتى نخسر فيها حياتنا أحيانا. تبوا على مسدكم، حفظكم الله، وهذا حق من حقوقكم. كل واحد يعرف حقه. لو حصل لك شيء لا خلي القبيلة هناك، فأنت في بلاد العم سام، يعني أحيانا تحصى بدون رضائك تقلب حياتك إلى ثراء. لا تقصدهاش، ولكن لو حصلت بدون رضاء وحصل لك طحسة أغنتك. تحياتي لكم، أخوكم أبو أحمد.